مساء الخير، معاكم امان من شركه ايزي واي للتسويق العقاري. انا النهارده هكلمكم عن مشروع من اقوى المشاريع الموجوده حاليا في الدلتا وتحديدا في راس البر. راس البر اللي كلنا بنحبها وبنحب نروحها ولينا ذكريات كتيره فيها، بس راس البر كان ناقصها استثمار عقاري متميز زي مشروع دراي باي من شركه كبيره زي شركه ام بي جي ماستر بيلدر جروب. الشركه دي من اقوى الشركات الموجوده حاليا في العاصمه الاداريه بسابقه اعمال كبيره زي مشروع بوكا وريفر جرين وايت 14. عندها تنوع في المشاريع سواء سكنيه سواء طبيه سواء تجاريه. الشركه كان ليها هدف واحد لما قررت ان هي هتيجي راس البر، ان هي ترجع مصيف زمان بس بشكل تاني ومستوى تاني زي الساحل بس في مكان قريب مننا. فالشركه اختارت قطعه ارض متميزه جدا في منطقه النخيل بوجهها على البحر 1100 متر، عمقها 120 متر. فالمشروع كله سي فيو، مشروع كله شايف بحر. ده غير كمان ان هي اتشاركت مع هيئه المجتمعات العمرانيه، يعني شراكه مع الدوله بشراكه عينيه وشراكه نقديه. المشروع ده هو عباره اصلا عن 42 فدان مبنيين على 22.5% والباقي خدمات. خدمات دي زي ايه؟ لاندسكيب، مساحات خضراء، حمامات سباحه، في عدد كبير جدا من حمامات السباحه بوصل ل 18 حمام سباحه. ده غير كمان ان في 34 فدان حرم شاطئ، في عباره عن ممشى سياحي وكمان خدمات على البحر. الاستشاري الهندسي المشروع هو الباشمهندس ياسر البلتاجي اللي عامل ابراج العلمين وعامل ماونتن فيو، ومهندس الديكور المهندس هاني سعد اكبر مهندس ديكور في مصر. ده غير كمان ان هو اصلا المشروع عباره عن 3 مناطق. منطقه كوميرشال ودي هيكون فيها اكسكلوزيف براند زي اديداس، وهيكون فيها اسبريسو لاب وستاربكس ومطاعم وكافيهات. وبعدها في منطقه الفاميلي زون ودي هيكون فيها تنوع في المساحات، تبدا من الغرفه والغرفتين والثلاث غرف والاربع غرف. وبعدها في منطقه الفيلا زون ودي بيكون فيها جاردن فيلا وسكاي فيلا. المقدمات فيه بتبدا من 15% واقساط بتوصل ل5 سنين. ده غير كمان ان سعر المتر بيبدا فيه من 55,000.